الله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، maanta halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa safiirka dowladda Qatar oo iyo wafdiga uu wado ee la socda oo ay ka mid yihiin sanduuq Qatar litanmiya wa Qatar alkhayriya oo inagu soo booqday caasimadda Hargeysa. xukuumad ahaan iyo shacab ahaan waan idinku soo dhaweynaynaa innagoo ah guddidii heer qaran ee madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somalilan u magacaabay asmaddii iyo dhibaatadii ka dhacday suuqa Waaheen. waxaanu idin leenahay ku soo dhowaada waddankiinnii. aad baanu idinku mahadnaqaynaa booqashadan aad noogu timaadeen iyada iyo booqashooyinkii ka horreeyey ee wakhtiga COVID-19 aad noo timaadeen. waana idiin mahad celinaynaa. waxaana aad iyo aad aanu idinka mahadnaqaynaa inaad tagteen goobtii dhibaatadu ka dhacday oo ah suuqii Waaheen ee gubtay oo ad indhihiinna ku soo aragteen oo aad aragteen dabkaas ku baahay suuqa ee baabi'iyey aan dhibta u geystay baaxadda ay leeg tahay. فنيابة عن اللجنة الوطنية المعينة لمشكلة تحريق السوق وعن حكومة الشعب جمهورية أرض الصومال، فإننا نتقدم إليكم بالشكر والعرفان لسعادة السفير السيد حسن بن حمزة والوفد المرافق له من المؤسسات القطرية كصندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية على وصولكم إلى هرقيسة وزيارة موقع الكارثة في سوق واهين. وأن هذه الزيارة والتضامن يدلان على عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين، الشعب الصومالي الآن والشعب القطري. نرحبكم ترحيبا بالغا ونقدم لكم عزاءنا في مصابنا الجلل. وأترك الكلام للسفير والوفد المرافق له. السلام عليكم. صندوق قطر للتنمية برئاسة سعادة سفيرنا دولة قطر متواجدين بين اخواننا واشقائنا ارض الصومال لعدة اسباب. السبب الاولي لعمل زيارة تفقدية للسوق الرئيسية في هرقيسة. كما تعرفون السوق الرئيسية هي اكبر سوق في ارض الصومال، يحتوي على اكثر من 5000 محل. للاسف الحريق ادى الى دمار هائل في السوق. قمنا بزيارة تفقدية للسوق واطلعنا على الأضرار، واستمعنا إلى اللجنة برئاسة سعادة وزير الأوقاف واللجنة والأعضاء اللجنة. الأضرار كبيرة، خصوصا أن الحريق الآن تقريبا له أسبوعين منذ أوائل رمضان المبارك، حيث السوق يزدحم ويكون أفضل أوقات السوق طبعا في بداية شهر رمضان للأسف. الشغلة الثانية اللي احنا موجودين ايضا هنا لتقييم الوضع والحصول على المعلومات الخاصة بالاضرار الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى البنية التحتية المهدمة. للأسف أيضا الصومال مثل الدول المجاورة في القرن الأفريقي تعصف بها جفاف يعني قارس أو جفاف قاسي بالأصح،
الجفاف هذا أدى إلى أيضا يعني زيادة المشكلة إلى مشكلتين، صار فيها مشكلة أمن غذائي أيضا، والسوق الرئيسية هذا هو أحد عوامل يعني تأمين الأمن الغذائي في أرض الصومال. صندوق قطر للتنمية اليوم والوفد المرافق عندنا مساعدات تزن حوالي 45 طن مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة، هذه ل 750 أسرة محتاجة. طبعا راح نسلمها للأخوان المسؤولين في أرض الصومال، وإحنا في انتظار الحصول على التقارير الأخيرة للأضرار الناجمة عن الحريق ودراستها والعمل والبحث فيما يمكن تقديمه لإخواننا وأشقائنا. نشكر فخامة نائب رئيس ومساعد وزير الخارجية ووزير الأوقاف على حفاوة الاستقبال وعلى إعطائنا جميع المعلومات المتوفرة فيما يتعلق بالجفاف أو متعلق بمسألة حريق بالسوق. جزاكم الله خير وشكرا. halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa safiirka iyo madaxda kale la socota ee ka socda dawladda Qatar walaalnahay. aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba. waxaan aad ugu faraxsanahay inaad dhibaatada nagu dhacday ee suuqii Hargeysa ugu weynaa laba toddobaad ka hor gubtay inaad u soo gurmateen indhiina ku aragtaan dhibaatada taala. خلال أسبوعين من المصيبة اللي صابت السوق. سلام سعطانا جيس كافر جودهان وحاجة جري أبار هذا أذق إذا أبار تاسي تاجنتهاي هي تمام نقول عادي ولا يسكن نعم. ليش ما أنت هذاك السنة صوب أحسن لبعض الضباط سوق كهر وحياله وحكستو لقيها السوق لقيها النوع ضرب هذا يا أنا كلي وده وحياة مرتين dhibaatooyin ka dhacday leegtahay iyo warbixinta iyo waxaan kale ku qaadan doonaa halka ma kan tagnay airportka waxaan si jecelahay inay horta indhiina ku aragtaan بوصل لما اروح المطار inuu indhiina ku arkaan dhibaatada meesha ka dhacday indhiina ku aragtaan ma noo nimadaa